عارف لما تفكر انك تعمل أكلة حلوة وتبدأ تنفذها وتتعب فيها جدا، لكن في الآخر تنسى تحط لها الملح فتضيع طعم الأكل كله؟ أهو ده مثال ينفع يتطبق على فيلم أهل الكهف لخالد النبوي وعمرو عرفة. هل الفيلم ده بقى يستحق تروح تشوفه في السينما؟ وهل كان على قدر التوقعات اللي الواحد حطها له لما شاف التريلر؟ كل ده هنتناقش فيه في الفيديو ده، واحنا بنتكلم عن الفيلم وإيجابياته وسلبياته من وجهة نظري. فلايك وسبسكرايب بقى عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل، ويلا بينا على المراجعة. طيب من الأول كده خلوني أقول لكم إن الفيلم رسالته اتقالت على لسان الممثل أحمد بدير بشكل مباشر، وهو إن لازم نفصل الدين عن السياسة. خد بقى مشاهد كتير ملهاش لازمة علشان نحكي حكاية ناقصة ملح، علشان نديلك رسالة هيقولها أحد أبطال الفيلم بشكل مباشر ليك في أول الفيلم، علشان لو خرجت من الفيلم ومش فاهم هم عاوزين إيه يبقوا قالوا لك رسالتهم في شكلها المباشر، وما تجيش تقول بقى للفيلم أيوة أنت عاوز تقول إيه يعني. الفيلم ده من بطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح، محمد فراج واحمد عيد، رشوان توفيق واحمد بدير، بيومي فؤاد وريم مصطفى وغادة عادل. المعالجة الدرامية من أيمن بهجت قمر، عن الرواية لتوفيق الحكيم، ومن إخراج عمرو عرفة. قلت لكم أنا كده رسالة الفيلم ومين هم صناعه، فخلونا بقى نتكلم شوية عن قصة الفيلم وبعدها عن الإيجابيات والسلبيات من وجهة نظري، ونروح لقصة فيلم أهل الكهف. الفيلم من أوله بيقولك أنا ماليش علاقة نهائيا بقصة أصحاب الكهف المذكورة في القرآن الكريم، لكن الفيلم متاخد من رواية أهل الكهف لتوفيق الحكيم اللي بدورها واخدها من القرآن. بس أوكي، هم كتبوا التوضيح ده علشان يقدروا يحطوا أي دراما هم عاوزينها أو يغيروا براحتهم في اللي حصل بدون ما حد يقول لهم ده غلط أو محرف. أوكي أنا هشتري، يلا بقى قولي قصتك أنت كفيلم إيه؟ لا والله، هو في مجموعة من المؤمنين منهم ناس في مناصب كبيرة في جيش روما الضخم اللي بيحمي مملكة كافرة من وجهة نظر المؤمنين، فالمؤمنين دول بيخفوا إيمانهم عن أي حد، لكن في لحظة ما بينكشف أمرهم وبيهربوا من الإمبراطور وجنوده وتاخدهم رحلتهم للكهف اللي هيدخلوه علشان يحتموا فيه من بطش الإمبراطور، فيناموا فيه 300 سنة عشان يصحوا في عصر جديد ومختلف عن عصرهم ونشوف هيعملوا فيه إيه. أما عن إيجابيات الفيلم ده بقى فهي حاجات واضحة وصريحة وجالية كده لأي حد هيشوف الفيلم، زي تصميم الملابس، أماكن التصوير، الإخراج لمشاهد الأكشن والقتالات اللي هتشوف منها كتير طول أحداث الفيلم. إنتاج واضح إنه صارف ومكلف على مشاهد كتير وعلى شكل صورة وديكور علشان يطلعهم بالجودة دي، لكن معالجة درامية من حد مهم زي أيمن بهجت قمر ما كانتش موفقة. إخراج حلو من عمرو عرفة لكن إخراج فاقد البوصلة، لأنك بتخرج وإنت مش عارف هتروح لهدف عامل إزاي أو علشان تقول إيه بفيلمك ده، والاتنين دول كده لازم نفتتح بيهم سلبيات الفيلم بالتأكيد. الفيلم ده بعد انتهائه حسيت إنها اتقلبت وإني شفت حاجة ملهاش طعم بجد. الأداءات التمثيلية كلها متوسطة، مفيش حد هيعلم معاك. أسامي كبيرة زي خالد النبوي ومحمد ممدوح وأحمد بدير ومحمد فراج ما قدرتش إنها تديني مشاهد أفضل فاكرها لها بعد ما شفت الفيلم، وأنا ممكن أحدد السبب ببساطة، إن اللبس والمكياج والمشاهد الحركية للممثلين أجهدتهم بالشكل الكافي اللي خلاهم مش قادرين يدوني مشاهد درامية متعوب عليها. هم اتنفخوا في مشاهد الأكشن ففيصوا مننا في مشاهد الدراما. الوحيد اللي أفتكر له مشاهد هو أحمد عيد، لأنه كان العنصر الوحيد اللي ما بيعملش جهد بدني عالي وكان مكتوب له كام إفيه حلوين فهيضحكك بيهم وعلشان كده أنت هتفتكره، لكن برضه كدور له في الفيلم فلا، كنت بحسه بيلعب في إطار مختلف. علشان ما نساش ومظلمهمش، فأدوار كل من مصطفى فهمي وصبري فواز، جميل برسوم ورشوان توفيق كانت أدوارهم جيدة في الفيلم إلى حد ما وكنت مصدقهم، ويمكن يكونوا هم أفضل أداء تمثيلية حصلت في الفيلم. لكن بيومي فؤاد وأحمد بدير، أحمد وفيق، فما كانوش موفقين في أدائهم بالنسبة لي خالص، وكنت مستغلس أدوارهم وطريقة أدائهم جدا. أما بقى عن الأدوار النسائية في الفيلم فكانت مقبولة. غادة عادل كانت عادية لأن دورها مكتوب كده، ريم مصطفى كانت جيدة رغم قلة مساحة دورها، وزيها بسنت شوقي، وده بسبب المعالجة الدرامية لأيمن بهجت قمر، كانت هي أكبر نقطة ضعف للفيلم ده واللي خلت الفيلم كله ملوش طعم وملوش هدف، وفعلا لازم يتقال عن الفيلم إنه فرصة مهدرة وللأسف.
عملنا شويه اكشن حلوين، وعملنا تصميم ملابس وديكور ممتازين، وجبنا ممثلين تقال قوي عشان نعمل فيلم جبار، واخترنا روايه مهمه لاديب كبير اسمه توفيق الحكيم، لكن طلعنا كل ده في الاخر بشكل مسلوق، شبه اكل العيانين كده اللي ما بنحطلوش ملح او بهارات كتير. فللاسف الفيلم ما يتعداش كونه فيلم متوسط، وده شيء مضايقني بشكل شخصي. انا لما شفت التريلر بتاع الفيلم ده لاول مره شفته في السينما قبل مشاهده احد الافلام اللي فاتت، واتحمست جدا لنزول الفيلم، لكن الواقع ان بعد مشاهدتي اخيرا لفيلم اهل الكهف فالفيلم للاسف احبطني، وتقييمي له هيكون 6 من 10، وده علشان الاجتهاد الواضح في النقاط الايجابيه اللي ذكرتها والله. وسؤالي ليك، ايه افضل فيلم انت شايف انه لما اتاخد من روايه كبيره برضه الفيلم اتعمل حلو او تفوق على الروايه كمان؟ يا ريت تشاركوني برايكم ده في الكومنتات. لايك وسبسكرايب بقى يا جماعه لو لسه مكملين لحد هنا، عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. وبس كده، سلام.